السلام عليكم. هذا الفيديو عارفة غادي يكون صدمة للناس اللي تيعرفوني، لاني كنت ديجا قلت لهم انني انا ما غاديش نبان في السوشيال ميديا بوجهي anymore. مي بعد تفكير طويل ورحلة شفاء طويلة لمدة 2 تقريبا قررت انني ندير هذه الخطوة. اللي بغيت نقول لكم باش تفهموا الاحساس ديالي اكثر، وانا نهار توفات الوالده ما ماتتش ليا غير اميتي، لا انا فقدت معاها اهم احساس هو احساس بالامان. من ذاك النهار وانا عايشه غير خايفه، كنخاف من الموت بزاف، كنخاف من بزاف الحوايج لدرجه اني وليت غير الى سقت، يعني غير when I'm driving كنخاف نسوق. الا كنت راكبه حدا شي حد كنخاف، كنبقى شاده في الباب، شاده في يدي، شاده. المهم دائما كنحس راسي خايفه. شعور لا ارادي. فكيف ديجا قلت لكم في الفيديو اللي قبل انني صافي يعني قررت اعلان نهايه، صافي بغيت ننهي هذا الحزن اللي انا عامين تقريبا هو كياكل فيا، وحاسه انني كنعذب الوالده اكثر ما انني مفرحاها. فقلت صافي بركة عليا وغادي ننهي هذا الخوف، وغادي ننهي هذا الحزن، وغادي ننهي هذا الهروب، لأن كنهرب من كل شيء، كنهرب من راسي، كنهرب من الحزن، كنهرب من الألم. يعني 2 وأنا غير هاربة، أنا غير هاربة. فالحمد لله أنا وصلت لهذه المرحلة، يعني أتليست إنه أنا نتقبل الموت ديالها. يعني بس كان ستراجل انني انا ما متقبلاش انها توفات. من بين هاد الحوايج انا قررت انني ما نبقاش نخاف منهم هي السوشيال ميديا. انا ديجا جربت السوشيال ميديا صعيبه بزاف بزاف، كيخصك لو واحد الطاقه نفسيه كبيره بزاف بزاف بزاف. كتلاقى مع جميع انواع الشخصيات، الناس المريضه، الحاقد، الناقد، الناقص، كل واحد والمرض اللي هو ما يقدرش يخرجه في الحياه العاديه كيخرجه في السوشيال ميديا على الناس. فانا عارفه هادشي، داكشي علاش ما كنتش باغا نبين وجهي. خايفه انني ما نقدرش نتعامل مع هاد الشخصيات في المرحله اللي انا كنت فيها النفسيه. مي كيف قلت لكم انا صافي ما بغيت نخاف، واي حاجه غادي نخاف منها هي اللي غندير باش نتحدى راسي ونتحدى الفيلينغز اللي عندي. فما بين هاد الحوايج غادي نبان في السوشيال ميديا بلا فلتر ولا بالوجه ديالي. فكنتمنى هذه تكون بدايه جديده ليا. فقط بغيت نشير التجربه ديالي، حيت عارفه ان بزاف الناس دايزين من نفس التجربه ديالي او كيدوزوا من نفس التجربه ديالي، انهم ما كيتقبلوش خساره او فقد شي حد عزيز عليهم. هاد الشانل تكون على وعسى تكون مساعده ولو شخص واحد. انا بالنسبه لي هذا يكون كافي جدا في ميزان حسنات مهمتي الله يرحمه. شكرا.